صفقة الأهلي السوبر، نجم نيجيريا، أهداف ومهارات وحركات. هنتعرف على تفاصيل الصفقة كاملة. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. فقد صرح رئيس نادي داكادا النيجيري على صفحته الخاصة بأن النادي الأهلي أرسل عرض رسمي لضم اللاعب دانيال داجا، وصرح كمان إن في مشكلة واحدة لإتمام الصفقة، وهي العرض المالي اللي عرضه النادي الأهلي عليه. وقال برضو إن لسه في مفاوضات حالية بين اللاعب وبين النادي الأهلي، وقال إن دانيال داجا واحد من أبرز المواهب الأفريقية، وإن جاله عروض كتير أبرزهم الدوري الإنجليزي والفرنسي والبرتغالي، والواضح من كده إنه بيسوق اللاعب. في الحلقة دي هنشوف مهارات وحركات دانيال داجا، بس ما تنسوش الاشتراك والمشاركة برأيك في التعليقات. هل اللاعب ده هيصلح للنادي الأهلي ولا لأ؟ اسمه دانيال داجا، مواليد 10 يناير 2007، يعني عنده 16 سنة حاليا. بيلعب في نادي داكادا النيجيري، مركزه في الملعب بيلعب في وسط الملعب، مدافع بيلعب رقم 6 بالتحديد، بيقطع مساحات كبيرة في الملعب، وبيقدر يلعب في مركز 8 لأنه لاعب بصير. داجا لفت أنظار النادي الأهلي أثناء بطولة أفريقيا تحت السن 17 سنة اللي كانت في مصر، وأول مباراة فيها كانت ما بين نيجيريا والسنغال، ودي المباراة اللي كان فيها دانيال داجا، ولكنه اتصاب في نفس المباراة وما كملش المباراة. لعب مع منتخب نيجيريا للشباب 4 مباريات فقط، سجل خلالهم هدف. لاعب صاحب بصيرة وعنده حركات مميزة في الباص، وعنده قوة بدنية ممتازة وقاطع كرات جيد. شاهد الفيديو وشاركني برأيك في التعليقات. في رعاية الله وحفظه.